تعالى نتعلم 5 طرق جديدة نقول بيها excuse me أو من فضلك. يعني على حسب الموقف. أشهر واحدة وأكتر واحدة معروفة هي excuse me، ودي بنستخدمها علشان تبدأ كلام مع حد أو علشان تشد انتباهه. excuse me, can you tell me the time؟ لو سمحت ممكن تقولي الساعة كام؟ تاني واحدة هي pardon me، ودي فيها شوية رسمية وشوية formality. لو سمحت ممكن تعيد اللي انت قلته تاني؟ pardon me, could you repeat that؟ طيب لو عايز جمل لمواقف مش فورمال ومش رسمية خالص، ممكن تقول could you pass me the salt؟ could you pass me the salt؟ يعني ممكن تناولني ازازة الملح اللي جنبك دي؟ ودي مناسبة جدا لأي موقف يومي بسيط بتعدي بيه كل يوم. رابع طريقة، ودي جملة على بعضها لما تحب تطلب مساعدة من حد. give me a hand will you؟ تعالى نحطها في مثال. give me a hand with these bags will you؟ ممكن تساعدني ان انا اشيل الشنط دي؟ give me a hand with these bags will you؟ 5 دي سهلة جدا. hey you، ودي بتستخدمها دايما مع صحابك القريبين لو هم ناس في الشلة بتاعتك كده مفيش بينك وبينهم اي تكليف. hey you can you help me out؟ hey you can you help me out؟ ودي معناها ممكن تساعدني. وكده بقى عندك 5 طرق جديدة تقدر تقول بيها من فضلك بالانجليزي على حسب الموقف، في ردود advanced وجديدة لمواقف مختلفة هتلاقي نفسك محتاجها دايما في يومك علشان تقدر تتكلم زي الأجانب. لو عايز الشيت ده اكتب لي كلمة مجاني في الكومنتس.